اهلا بيكم في سلسله الاهلي في دقيقه، اخبار النادي الاهلي. ومعايا خبر مهم جدا هيفرح كل الاهلاويه، ولكن بدايه الاخبار ديانج يعوض غياب مروان عطيه في تشكيل النادي الاهلي امام بتروجيت بسبب الايقاف لتراكم 3 انذارات. سبب راحه احمد السيد زيزو امام ايجيل نوار الرواندي. طبعا زيزو شعر بثقل في العضله الخلفيه، حس بتقل في العضله الخلفيه، وطبعا الدكتور حذر من تطوير الامر لشد، لكن اللاعب اكد ان اللي بيحصل ده معايا طبيعي وحصلت معايا قبل كده، ولكن جيس سروب فضل إراحة زيزو للموضوع يتطور، وهو ده أفضل حاجة. النادي الأهلي يتظلم ضد الحكم السنغالي بعد طرد جريديشار، ويطلب عدم إيقاف جريديشار. تأكيد جاهزية كريم فؤاد لمباراة بتروجيت القادمة، ومحمد الشناوي يعود لحراسة مرمى النادي الأهلي أمام بتروجيت أيضا المباراة القادمة. والتصنيف الأول في دوري أبطال أفريقيا الأهلي وصن داونز والترجي وسيمبا التنزاني. وأخيرا الخبر اللي هيفرح كل الأهلاوية، إمام عاشور يخضع اليوم اللي هو يوم الاثنين لتحاليل طبيه اخيره تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعيه، ومن ثم العوده للمباريات. غالبا امام عاشور هيسافر مع النادي الاهلي ان شاء الله الامارات.